تم فتح باب ترشيح لإدارة النادي المصري. طلعنا بقى على اللائحة الجديدة اللي هيتم تطبيقها على مجلس إدارة النادي المصري الجديد. هو بالنسبة للشروط الجديدة اللي هي اللي أضاف في التعديل بند 8 سنوات. هو بالنسبة للثلاث مناصب اللي فوق اللي هو الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر ده مؤهل عالي، فيما تحت مؤهل متوسط، وفي مراحل سنية من 22 لفوق دي عددها 2 عضو، وفي مرحلة من 42 ل 52 عضو، وفي مرحلة من 42 من 32 ده عضو، وتحت 32 عضو. والرسوم نزلت بقت الأندية 500 جنيه بالنسبة للنادي. ممكن الانتخابات دي تبرز مجلس إدارة جديد ان هو ينجح ان هو يقود في إدارة النادي الفترة المقبلة؟ والله احنا نتمنى ذلك، واحنا مع الشرعية، واي مجلس هيجي مديرية الشباب والرياضة اضافة للسيد محافظ بورسعيد هنقف قلبا وقالبا مع المجلس اللي ايا كان موجود. احنا مع الشرعية. بعض الدعوات في بورسعيد ان هي بتطالب بمقاطعة الانتخابات، فبرضه نعرفهم هل في طبعا بعد مقاطعة الانتخابات دي في مجالس معينة اللائحة الجديدة دي تضمن مجالس معينة للأندية؟ والله هي عدم اكتمال النصاب القانوني من السيد الوزير بيعين مجلس لمدة عام لأول جمعية عمومية. يعني ما زال القرار ده موجود فعلا. عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سواء في اليوم الأول واليوم الثاني بالنسبة يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت. الأجواء في اليوم الأول عاملة ازاي؟ تقدم لغاية دلوقتي عضو مرشح من منصب 42 ل 52 اليوم الاول. احنا معدل الترشيح من يوم 13 ليوم 19 من الساعه 10 لغايه الساعه 2 ظهرا، واحنا بنتلقى الطلبات. بعد قفل باب الترشيح بيجتمع مجلس الاداره في محضر مجلس اداره، لو عليه ملاحظات بيبعت لنا للجهه الاداريه بالملفات، واحنا بنراجع تنطبق عليه الشروط بنرجعه خلال 3 ايام. النهارده طبعا لسه عشان اول يوم الاجواء هاديه، ما فيش الا بس اللي تقدم بالطلب الترشيح هو الاستاذ محمد علي عبد المحسن، وقفلنا دلوقتي الساعه 2 قفلنا الباب النهارده، وما فيش حد الا هو واحد بس. طيب يعني نعرف برضو المواعيد ايه خلال الاسبوع او خلال فتره فتح باب الترشح؟ كل يوم من الساعه 10 للساعه 2 لغايه يوم الاربعاء اللي جاي، مده اسبوع. واخر يوم هيكون ميعاده امتى؟ برضو الساعه 2. الساعه 2؟ مش يعني بيقولوا برضو ان اخر يوم هيكون ميعاد اخر الساعه 5. لا كله الساعه 2، اخر يوم برضو الساعه 2 ان شاء الله. معهم 100 حوالي 6500 عضو. المسدد نقول لغايه في حوالي 2500. الباقي اللي حق تصويت لو سدد اشتراك لغايه يوم الجمعيه. اللي خلانا نقدم ورقي ان كنا مستنيين مستر كامل يجي بالقائمه بتاعت حضرته، وكنا بالراحه لانه هو من اكفأ الناس اللي مسكت النادي المصري، فاحنا عرفنا في اخر تصريحات ليه ان هو غير متواجد في النادي المصري السنه الجايه. احنا كنا لازم نقدم في النادي عشان نشيل النادي، لان احنا لازم نلعب في الدوري السنه الجايه. بكل الاحوال لازم نلعب في الدوري، هو جاي مستر كامل او ما جاش مستر كامل احنا لازم نلعب في الدوري السنه الجايه ان شاء الله. لو نجحنا وربنا الدعم اللي كان المحافظ بيديه لمستر كامل ابو علي يجي لنا، لازم يجي لنا يعني بجميع السبل لازم يجي. واحنا فرقتنا لو ما تلاقناش لعيبه خالص جايه من اللي كان جابها لنا مستر كامل ابو علي، احنا برضه هنعمل تيم من ابناء النادي المصري ومن ابناء شويه من بورفؤاد ومن المريخ ونلم نجوم انديه بورسعيد، وهنعمل فرقه ونجيب جهاز فني بورسعيدي يقود النادي المصري، وهيبقى مصاريفنا على قدنا. بس اهم حاجه مشكلتنا الاساسيه اللي احنا لازم نلعب في الدوري، وهنلعب في الدوري بالادب ولنا حقوق، ولو عايزين يعملوا مشاكل يعملوا مشاكل وهنتحمل مره والثانيه. في حاجه اسمها الاتحاد الدولي يجيب لنا حقنا.